في زمن قديم، في عهد الساموراي وخاصة اليابان، كانت زوجة الحاكم حامل في ولدها الأول. سلام على أجدع ناس رجال وإناث، وأهلا بيكم في سلسلة جديدة في القناة. طبعا مدلعكم اهو، مش محتاج بقى أقول لكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة، وما تنسوش طبعا تفعلوا الجرس وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أول كل سلسلة مش هنسى أقول لكم إن كل الأفكار دي لا تمس الواقع بصلة، وهي فقط من وحي خيال الكاتب، فخلينا نفوت بالحدوتة وملناش دعوة بالأفكار المحبوكة من هذا الأنمي، وخلينا نبدأ. ونرجع في الماضي مع الحاكم وهو راكب الحصان ورايح لقاعة الجحيم، وكان قاعد جواها وراجل عجوز بيقول للحاكم: منور القاعة يا حاكم دايجو، دخلتك لقاعة الجحيم معناها ان انت تخليت عن حكامك وكرست نفسك لهؤلاء الشياطين. ما اقدرش امنعك، لكن هنصحك اخر مرة، كل اللي انحرف عن طريق الحاكم شيطان، والشيطان عمره ما هيكون انسان ومش هيستناها غير الجحيم. دايجو بيقول له: احنا عايشين في الجحيم نفسه، والحكام اللي انت شغال عندهم ليل نهار مالهمش وجود اساسا. يا جماعه الحكام اللي هم بيقولوا عليهم دول هم عباره عن استغفر الله آلهة وشركيات، بس انا مغير النمط علشان الصوره الذهنيه وكده. وبعد كده دايجو بيضربه بالسيف ضربتين بيخلصوا عليه، والعجوز قبل ما بيموت بيقول له: شكرا يا ابني، وبيحذره ان هو يبعد عن الشياطين، وانه علشان يعيش ما يستسلمش ابدا للشر. بيقول له دايجو شكرا للتحذير، وبيبدا يتكلم مع الشياطين اللي في المعبد، وبيقول لهم ان الاراضي اللي بيحكمها بقت مجاعه وانتشر فيها الفساد والامراض اللي بتخلص على شعبي يوم ورا التاني، وكنت عايز اسمي يكون معروف في كل البلاد، وانا رافض اتعامل مع الحاكم، وجيت اعمل معاكم صفقة، وعايزكم تحموا كل الاراضي اللي بحكمها وتخلوا كل البلاد تحت سيطرتي، وخدوا كل اللي انتم عايزينه. ايه هو ردكم؟ فجأة القاعة بتضلم والرعد بيضرب في كل حتة، وبنرجع للحاضر وبتكون مرات دايجو بتولد، وبيكون مستني اللحظة دي. وبعد ما ولدت ولسه بيشوف وش الولد لأول مرة، فجأة صاعقة بتضرب المكان كله وبتيجي في الولد وبتزلزل المكان حرفيا. ودايجو بيكون قاعد بره البيت وبيخش يشوف ايه اللي بيحصل، بيلاقي الولد في حضن امه، بيشيل الولد وبيكشف عن وشه، وفجأة بيلاقي ابنه عبارة عن هيكل عظمي من غير اطراف ولا حتى جلد او لحم ولا اعضاء حسية، يعني عينين وودنين وغيره. والغريب ان هو لسه عايش. افتكر الصفقة اللي عملها مع الشياطين، وان هم هياخدوا منه اي حاجة هم عاوزينها. ومراته بتقول له: انا فرحانة بالولد وهو ابننا مهما كان شكله. تصدقي والله انك ام حنونة بصحيح. دايجو ما بيزعلش على ابنه، بالعكس بيضحك وبيقول كده كل اللي عايزه هيحصل بسبب الصفقة اللي عملها مع الشياطين. يا جبروتك يا اخي. هو بيقول لمراته: شكرا لانك خلفتي الولد ده. بتقول له: ده ابني، ازاي تعمل فيه كده؟ بيقول لها: هو كده ميت. يا ابن المتخلفة، ازاي تبيع ابنك قبل ما عينه تشوف الدنيا للشياطين؟ انت بجد اب فاسد، تبا لك ولامثالك. هو بنشوف التمثال الحاكم اللي كان محطوط على الرف، وبيلاقي ان راسه انكسرت من الرعد، وبتكون المرأة العجوزة شايلة الولد ورايحة ترميه في النهر بأمر من دايجو، لكن بيكون في واحد مستخبي وراها وما بتكونش حاسة بيه. الولد بيكون صعبان عليها ترميه في النهر، بتبص جنبها بتلاقي مركب قديم وموجود في النهر، بتروح له وبتحط الولد فيه وبتزق المركب في النهر. بتبص وراها وبتلاقي وحش وبيهجم عليها وبيخلص عليها. الوحش ما بيتهناش وبيلاقي ورا راجل عجوز أعمى، وبيستشعر وجود الوحش وبيتخلص منه بكل سهولة. ولسه بيكمل طريقه وبيحس ان في حاجة جنبه، هالته بتشبه هالة الشياطين، وبيكون اسم الشيطان هو الايكاشي او الاياكاشي، مش هتفرق، لكن بيحس انه بشري، وان هالة الشيطان اللي خارجة من الولد ده عبارة عن حظ سيء. بيسيبه وبيكمل طريقه عادي. وبلد دايجو بعد اليوم ده بقت عايشة في ازدهار، وانتهى زمن المجاعة، وبيبدأ المركب في التحرك بالولد الى عالمه الجديد، ومفيش حد يعرف انه لسه عايش. وبعد 16 سنة من هذه الحادثة البائسة، كان في اماكن تشتعل فيها الحروب، حروب لم تكن فيها ارواح البشر لديها قيمة. كان في طبيب بيركب اطراف صناعية للناس اللي ماتت من اثر الحروب، وبعد كده بيدفنهم، واسم الطبيب ده كان جوجاكي. وبعد كده بنشوف ولد صغير وبيبيع للناس حاجات هو سارقها، وبيطلع عليه راجل كبير وبيقوله: لقيتك اخيرا يا ابن الحرامي، مش دي البضاعة اللي انت سرقتها مني؟ وبيكون اسم الولد ده هو دورورو، واللي هو بطل القصة. بيرد على الراجل وبكل بجاحة: ايه دليلك ان الحاجة دي بتاعتك؟
رد عليه الراجل وبيقول له مش انت قلت لي انك هتموت من الجوع وسبتك تحرس البضاعة؟ انا سمعت انك مش اول مرة تسرق من واحد زيي، ده انا هعمل منك شاورما يالا. بيرد عليه وبكل بجاحة وبيقول له الهبل اللي زيكم هم اللي بيثقوا بالعيال اليومين دول، انا مش عارف جايب الثقة دي كلها منين، ربع الثقة بتاعتك بس وانجح في الامتحان، مش هحكم العالم انا عايز انجح، مش موضوعنا. لسه الراجل بيمد ايده عليه بيرزع الزلعة في وشه وبيدور الجري، بيبدأ يدور عليه في كل حتة، بيلاقوه واقف على سطح وبيحدف عليهم طين وبيقول لهم اغسلوا وشكم بيهم عشان شكلكم لسه نايمين. بعد كده بنلاقي درورو واقف عند النهر وبيلاقي كلب ماشي وراه وشكله جعان، بيطلع له سمكة وبيقول للكلب لا مش ممكن تاخدها، لازم تتعلم تعيش لوحدك بعد كده، الدلع مش هينفعك، لازم تجيب اكلك بنفسك بدل ما تعتمد على غيرك. والله الولد ده بيقول حكم. فجأة بيلاقي الراجل اللي كان هربان منه بيشيل الكلب وبيعذب فيه، درورو بيقول له سيبه في حاله، الراجل بيقول له لو عايزنا سيبه تعالى معانا، والتلاتة بيبدأوا يضربوا فيه واحد ورا التاني بلا رحمة، وبيقول له اياك تسرق حد تاني. الولد ما بيسيبش حقه وماسك حجر ورماه في نص دماغه، والرجالة بيكملوا ضرب فيه وبيقولوا له ما نشوفش وشك في البلد دي تاني. رد عليهم وبيقول لهم لا ومسك حجر تاني كمان، والمرة دي جت في عين الراجل وبدأ ينزف منها دم. الراجل بيتعصب عليه جامد وبيقول له انت شكلك يالا عايز تتروق، انا هروقك، وبيمسكه وبيغطس وشه في المية، والرجالة جاية لسه عشان تساعده وبيشوفوا واحد واقف على الجسر المحطة ووشه تحس كده شبه وش لاعب الاطفال، بيخافوا منه وبيكلموه لكنه هو مش سامعهم وواقف ثابت مكانه ومش بيتحرك، وبيفضل باصص قدامه وشكله حاسس بحاجة موجودة في المية. وهم واقفين في امان الله بيلاقي وحش عبارة عن طين هجم عليهم وسحب واحد منهم وبلعه حرفيا. الرجالة بتخاف وبتجري لكن الوحش بيمسكهم وبيبلعهم كلهم. بالهنا والشفا يا وحش. بيمسك درورو ولسه جاي ياكله، فجأة الراجل اللي كان على الجسر بيطلع السيف من دراعه وبيهجم على الوحش وبينقذ درورو، وبدأ يتحرك بسرعة وبيخلع دراعاته الاتنين اتاريهم اطراف صناعية، وفي مواجهة رائعة مع الوحش بيدمر الجسر فوق الوحش وبيقتله، وبيلاقي سيف في المية فبياخده وبيمشي. بيجري عليه درورو وهو شايل اطرافه الصناعية وبيقول له ايه الجمدان ده يا اسطى، عاش عليك والله، وهو بيركب له اطرافه الصناعية. هو بيقول له وشك يا اسطى ودانك وعينيك دي ولا عين جمل، لان كلهم مزيفين صح. وبيفضل يتكلم كتير جنبه لكن صاحبنا صباح الفل ما بيكونش سامعه ولا شايفه حتى. وفجأة بيلاقيه بيرعش في مكانه والقناع اللي هو لابسه وقع من على وشه ولحم وشه بان، لكن بيتجدد وبيرجع لطبيعته وبيفضل يمسك في وشه. وهيطلع ده صديقي هو ابن دايجو ابن الشيطان. وبنرجع لمعاناة دايجو بسبب المشاكل كلها والبلاوي اللي حصلت. اللي كان بيتشمس شوية وبيلاقي الرعد ضربه في الارض، بيروح بسرعة على قاعد الجحيم وبيشوف ايه اللي حصل، وبيلاقي تمثال من الشياطين الاثنى عشر مفلوق نصين، وبيبدأ المكان كله يتزلزل حواليه. وبنشوف الولد ده رايح لأمه اللي هي مرات دايجو واسمه هو تاهومارو، وبيكون فرحان ان هو اصطاد حمام لكن امه مش مهتمة وبتكون زعلانة على ابنها التاني. وبنشوف الطبيب لسه بيكمل شغله في تركيب اطراف صناعية لضحايا الحروب وبينطق اسم ياكيمارو. وبنرجع لصاحبنا درورو بطل القصة والراجل اللي وشه رجع تاني طبيعي بعد ما قتل الوحش، وبيكون درورو متفاجئ من اللي حصل قدامه وبيقول له هو انت فعلا بشري؟ طبعا يا اصحابي دي كانت تسخينه بس لما هو قادم، فانا اللي متحمس يعمل لايك للفيديو علشان اتاكد اذا كنتوا عايزين فيديوهات تانية من السلسله دي ولا لا. وانا اسف لو كان الفيديو قصير شويه، فما تنسوش تقولوا لي رايكم عن الانمي وهل فعلا محتاجين اكمل فيه ولا لا، وطبعا ارائكم كلها في التعليقات. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الى هنا كان فيديو النهارده، اشوفكم على خير في الفيديو القادم. كان معكم الراوي وبيس.